اهلا بيكم في قناتي، قناة انا مصمم، اللي بنتكلم فيها عن التصميم الداخلي واسراره وازاي التصميم الداخلي بيساعدنا عشان تكون حياتنا اسهل وانجز. السؤال اللي هنسأله النهاردة هو سؤال مهم قوي، ناس كتير جدا بيسألوه: هو انا حقيقي محتاج اتعامل مع مهندس ديكور؟ ولو ده حقيقي صحيح، انا ازاي اقدر استفيد اكبر استفادة من الامر ده؟ هنجاوب عن السؤال ده النهاردة، وهنتكلم كمان عن النصيحة اللي بنديها في كل فيديو. كملوا معنا الفيديو للآخر. معاكم مصممة الديكور رباب محمد، اونر شركة راقة للتصميم الداخلي والأساس. يلا بينا نبدأ الحلقة. هو أنا ليه محتاج أتعامل مع مهندس ديكور؟ طب ما أنا أقدر أجيب الصنايعي أو المقاول اللي يخليني أنفذ البنود اللي أنا عايزها بالذوق اللي أنا عايزه وأوفر فلوسي. لا طبعا، ده مش صحيح، وده مش توفير للفلوس، ومش هتطلع بالنتيجة اللي أنت عايزها في الآخر. طيب تعالى أقولك إزاي تتعامل مع مهندس ديكور فتطلع بأفضل نتيجة فعلا أنت عايزها، ومكان مدروس بشكل علمي، وفي نفس الوقت توفر فلوسك. زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده، إنه مهندس الديكور عن طريق دراسته للمكان بشكل علمي يقدر يوفر لك فلوسك على اللونج ران. زي ما ادينا مثال مثلا انه الدراسة العلمية المظبوطة للنوافذ الموجودة والفتحات اللي بتوصل ما بين المكان والبيئة الخارجية دي، اذا اتدرست واتعالجت صح ده بيخليني اوفر في استهلاك التكييف. توزيع الاضاءة صح ده بيخليني اوفر في استهلاك الكهرباء. هتلاقوني دايما بكلمكم في التوفير على اللونج ران عن طريق فاتورة الكهرباء، لان هي دي الحاجة اللي بنفضل ندفعها. لو مهندس الديكور دارس المكان، حاسب قوة التكييف المناسبة بالظبط للمكان ده، ازاي يعالج الفتحات، ازاي يحافظ على عدم تسريب درجة الحرارة، ازاي يوزع الإضاءة بطريقة مظبوطة بحيث تكون مش عالية قوي فتكون اوفر جدا على المكان بشكل انا مش محتاجه، بستخدم كهرباء انا مش محتاجها، ولا تكون قليلة جدا وانا مش مرتاح وانا بقرأ او بذاكر او كده. وفي نفس الوقت كمان انه يفصل لي الكهرباء عن بعض. يعني اذا انا حاطط سبوت لايت وبيوت نور ووحدات اضاءه سنترال في المكان مثلا او كده، ازاي افصل اخلي كل حاجه منهم على مفتاح لوحده، بحيث اني احتاج اني افتح اللي بس انا محتاجه دلوقتي. يعني انا محتاج افتح السبوت لايت اللي فوق الفوتيه اللي انا هقعد اقرا عليه، مش محتاج ادوس على مفتاح واحد الكهرباء كلها تشتغل، ده اكيد هيخليني اسحب كهرباء كتير. دي كلها حاجات بتحتاج دراسة وتوزيع مظبوط للإضاءة. كده بيكون مهندس الديكور ده برضو على سبيل المثال بيكون مهندس الديكور قدر يوفر لي على اللونج ران في استهلاك الكهرباء، سواء عن طريق الإضاءة أو عن طريق التكييف. كمان مهندس الديكور هيقعد معاك يعرف ايه هي احتياجاتك في المكان بتاعك، سواء هو كان مكان سكني أو مكتب أو محل. ايه هو ذوقك، ايه هي ألوانك المفضلة، وهيبدأ يعمل دمج ما بين الوظيفة بتاعت المكان، أنسب وظيفة للمكان، أفضل استخدام يحقق لك أفضل استخدام للمكان، وكمان المكان ده يكون معبر عن ذوقك وألوانك والستايل اللي انت بتحبه. وكمان هيكون جايد ممتاز ليك في انه فعلا يرشدك، لانه هل الالوان اللي انت اخترتها اللي انت قلت له ان هي الوان مفضله بالنسبه لك، هل الالوان دي هي مناسبه فعلا للمكان ده او لا؟ طيب علشان برضو نرجع ونقول هو مش مسألة انه هيقول لك لا اصل مش بحب اللون الازرق. انت بتقول له انه سي مثلا انا بحب اللون الازرق، فهو مش هيقول لك انا ما بحبش اللون الازرق فمش هعمله لك، لا، هو هيقول لك اذا كان اللون الازرق ده مناسب للفانكشن اللي مطلوبة من المكان ده او لا. طيب يقدر يقول لك طب بلاش نحط الازرق هنا، خلينا نحط الازرق في المكان مثلا الزون التانية في المنزل، ده هيكون مناسب ليها اكتر، انما المكان ده مثلا تقدر تختار من الالوان كذا، وبالتالي توصل لافضل منتج يكون مريح بالنسبة لك، وكمان يكون مدروس بشكل علمي، وذوقه كمان يناسب ذوقك جدا. وبكده تكون حطيت فلوسك في المكان المناسب بالظبط، انت خدت المنتج اللي انت عايزه بالظبط. كمان مهندس الديكور بطبيعة عمله بيكون اتعامل مع عدد كبير جدا من الصنايعية والمقاولين، وعرف مين الكويس ومين الشاطر ومين اللي مش شاطر والحاجات دي كلها، فبالتالي بيقدر يفيدك بخبرته في النقطة دي. هو عارف انه انت مثلا اخترت انك عايز تعمل ارضيات رخام، هو عنده دلابه وعارف مين افضل حد يقدر يركب رخام. طيب انت اخترت انك هتركب سيراميك او بورسلين، هو عنده برضو الدولاب بتاعه وعارف مين الصنايعي اللي يقدر يجيبه او المقاول اللي يقدر يجيبه تحت اشرافه علشان ينفذ لك البند ده، من غير ما يهدر في الخامات اللي انت اشتريتها ودفعت فلوسها، ولا يهدر لك في الوقت
لانه مثلا انك انت ممكن انت تختار صنايعي او مقاول بس ما يقدرش ينفذ لك اللي انت عايزه، فتخسر الخامه اللي انت اشتريتها وتخسر وقت علشان انت هتضطر تعيد تاني، واكيد ده بيخسرك فلوس. طيب مهندس الديكور بيقدر يوفر عليك الخطوه دي، هو بيكون متعهد قدامك انه هيوفر لك الصنايعي او المقاول اللي بجد هينفذ التصميم اللي انت متفق عليه مع المهندس في الوقت المظبوط وبالتكلفه اللي انتوا حددتوها. كمان مهندس الديكور يقدر يساعدك في انك تختار الخامه المناسبه اللي تحط فلوسك فيها وانت مطمن. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني يقدر يساعدك مثلا انك تختار خامه مش انها تكون انت مش محتاجها في المكان ده، زي انك مثلا تكون عند بتاع الرخام فهتشتري رخام لمنطقه الاستقبال او السلم لو هو فيلا، فكمان يقنعك ان انت تشتري رخام لغرف النوم. الرخام مش مناسب ابدا في غرف النوم وغالي الثمن. هنيجي في حلقه الارضيات وهفهمكم ليه الرخام مش مناسب في غرف النوم، مع ان ده شيء ما يعيبش الخامه. الرخام ماده طبيعيه قيمه جدا تستاهل الفلوس اللي بتدفع فيها، بس هي مش مناسبه للوظيفه اللي مطلوب منها في غرف النوم. في خامات في الارضيات انسب بكتير من كده. طيب انا ليه اروح ادفع مبلغ باهظ قوي غالي قوي في كل متر وانا مش محتاج الخامه دي؟ لا، مهندس الديكور يقدر يقول لك افضل خامه نستخدمها في ارضيات غرف النوم هي كذا، في المعيشه كذا، في ريسبشن كذا، افضل دهانات هنا كذا، هنا بنحتاج نعمل مثلا جيبسون بورد، هنا مش محتاجين. يعني هو هيقدر يفيدك في انه لما تحط فلوسك تحطها صح فين، وكمان ما تستخدمش خامه ما تحققش الوظيفه منها فتضطر تشيلها وتحط غيرها. يعني مثلا مش من المناسب ان انا استخدم الموكيت في غرف الاطفال. ليه مش من المناسب؟ وبرضه هنتعرض للامور دي بالتفصيل بعدين. لان الاطفال بيدلقوا حاجات كتير على الارض، عصير ولبن والحاجات اللي بتكون معاهم، والموكيت مش من الارضيات اللي سهل تنظيفها، ومع الرطوبه بتكون بيئه خصبه جدا لنمو البكتيريا والجراثيم. فانا ممكن اروح اشتري الموكيت وافرش الارض وتمام، وبعدين الاقي نفسي انها ما حققتليش الوظيفه اللي انا عايزاها ومضطره اشيله واركب غيره. فبكده هيكون مهندس الديكور هيقدر يفيدك في اختيار الخامه المناسبه في المكان المناسب، وانت تكون متاكد ان حطيت فلوسك في المكان الصح وتكون حاسس ان هو ده الاختيار السليم. وده طبعا بحكم ان هو اشتغل بخامات كتيره جدا في كل البنود وعارف العيوب والمميزات في كل خامه وهيعرضها عليك، وانت تقدر تختار اللي يناسبك منها بمساعدته. طبعا مهندس الديكور بحكم شغله بيستهلك او بيسحب من عند المورد كميات اكبر بكتير من المستهلك العادي بيسحبها، لانه هو عنده عدد مشاريع اكبر بكتير. فمثلا احنا ممكن نسحب 10 مرات او 15 مره سنويا اكتر من المستهلك الواحد بيسحبه، فده بيخلي الموردين يدونا الحاجه باسعار افضل بكتير. انت بالاتفاق مع مهندس الديكور تقدر تستفيد من الخصومات دي، سواء هو هيشتريها وانت تستفيد بالخصم، او على الاقل بيقدر يقول لك انا عندي خصم. لو انت بالاتفاق انت اللي هتورد له الخامات بتقدر تقول له اني اشتري منين، وهو يقول لك مثلا انا ليا خصم عند المورد الفلاني او انا بتعامل مع المكان الفلاني، فيدوك انت الخصم ده، وبكده نبقى برضو وفرنا جزء من الفلوس. مهندس الديكور بحكم شغله بيبقى دايما على علم باحدث حاجه نزلت السوق، افضل سعر للخامه موجود فين، افضل جوده موجود فين، الاماكن اللي عامله عروض. فكمان هيقدر يفيدك من الاخر. اذا هو هيشتري هو هيجيب لك من الاماكن دي، اما اذا انت اللي هتشتري هيقدر يفيدك من الاخر افضل مكان تجيب منه البند المعين ده منين. يعني اقدر اقول لك انه افضل مكان تشتري منه الخلاطات هو المكان الفلاني، وده هيكون طبقا لايه؟ لانه مثلا ده افضل اسعار، انه افضل جوده استخدم البراند الفلاني. مش لازم تشتري، يعني ممكن تلاقي شركات مثلا خلاطات الصحي، خلاط بتاع الحوض والشاور، دي براندز مشهوره عالميه بتتباع في اكتر من مكان. انا اقدر مهندس الديكور بحكم ان احنا اشتغلنا تقريبا بكل البراندز وكل حاجه وعرفنا عيوب كل حاجه ومميزاتها، ففي النهايه بنديكوا حصيله خبرتنا. بقول لك عايز الخلاط المظبوط اللي يعيش معاك اشتري البراند الفلاني. طيب عايز حاجه السعر بتاعها هو الاهم بالنسبه لك، طيب البراند الفلاني سعره كويس ومعقول جدا بيعيش لمده سنين كويسه واستخدامه تمام. فهو بيديك من خبرته بيقول لك انت ايه البراند اللي تستخدمها في كل ايتم، وايه المكان اللي تشتري منه، وفين افضل العروض، لانها دايما احنا بنتبلغ بيها كمهندسين ديكور
انه مثلا في دايما معارض، فالمعرض بتكون مكان كويس لانه بيكون قدامك اكتر من حاجه في وقت واحد، احنا نبقى عارفين مواعيدها وتواريخها، وكل دي معلومات وخبرات كويسه قوي تقدر تستفيد بيها من مهندس الديكور.